السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهلك المعتاد بأهم العناوين. جهود بناءة لمكافحة السل في إقليم عنسبة. دعوة لحماية الغطاء النباتي في جلوج. الأمطار تحدث الأضرار في كدوفلاسي وعدباري. في الأنباء العالمية، الصين ومصر تنفذان أول مناورات عسكرية مشتركة قرب الحدود الإسرائيلية. الصين وأذربيجان تعززان علاقتهما مع اجتماع الزعيمين في بكين. هجوم مسلح في الجزء الهندي من كشمير يسفر عن مقتل 26 شخصاً. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. أفادت مسؤولة مكافحة مرض السل في مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة الممرضة انتصار عبد القادر تحقيق نتائج مرضية من جهود السيطرة على مرض السل. وقالت إن القدرات المهنية البشرية والمعدات الطبية الحديثة ساعدت في تشخيص المرض سريعا والحد من أضراره، موضحة بأن المختبرات التي كانت مقتصرة على كرن فقط توسعت إلى 15 موقعا. وذكرت بأن التحاليل الطبية التي أجريت على 3574 مواطن في العام الماضي أظهرت المرض على 185 شخصا، ويبين هذا العدد انخفاضا في الإصابة بنسبة 33% عن العام الذي سبقه. وأشارت إلى أن مديريات هابرو وقلب وكرن هي التي يظهر فيها المرض، وتنظم أنشطة توعوية مكثفة فيها. كما أوضحت بأن حملات التوعية المكثفة جارية في أوساط الشعب، لأن اكتشاف المرض سريعا يساعد في العلاج السريع والسيطرة عليه، إلى جانب إجراء التحاليل الطبية للقريبين من المريض وتقديم أدوية الوقاية. وذكرت المواطنين إلى التوجه إلى أقرب مؤسسة صحية إذا ظهرت عليه أعراض السل، وتطعيم الأطفال ضد مرض السل، والعناية بالنظافة البيئية والذاتية والغذاء المتكامل. وجهت دعوة لحماية الأشجار المستوطنة وتنميتها في مديرية جلوج. وأوضح السكان أن المديرية التي تنتشر فيها الغابات تشهد القطع الجائر للأشجار من المزارعين والرعاة، منادين التوقف عن هذه الأفعال إدراكا لأهمية الغابات. وذكروا بأن الأشجار التي تم زراعتها لتعاون الشعب ووزارة الزراعة خلقت تأثيرا إيجابيا، داعين لإقامة لحراسة الغابات والحفاظ على أشجار الغرض المستوطنة. وأشار ممثل سلطة الغابات والحياة البرية السيد حمد حامد إلى الجهود المبذولة لتوسيع انتشار أشجار الغرض الكبيرة الموجودة في منطقة أم حجر إلى مناطق أخرى، ودعا الرعاة والمزارعين إلى الامتناع عن التدمير غير المسؤول. تلقت عيادة الأسنان بمستشفى دندن التي توجد في مجمع دندن السكني بمدينة أسمرة تقدم الرعاية الطبية لمعاقي الحرب دعما عينيا قدم عبر المانين من شركاء الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب. وأفاد خبير العلاج الطبيعي السيد رزان مبرهتو أن الأدوات التي سلمت للمستشفى في 23 من أبريل تشمل أجهزة الأشعة وأدوات تنظيف وخلع الأسنان وأجهزة ملء الأسنان. وأشار مدير المستشفى السيد سيراج جبر مسكل إلى أن المستشفى قدم خدمات مرضية بفضل دعم الحكومة الدائم، مناشدا الجهات المعنية لتوظيف مهنيين طبيين للأسنان للاستفادة من الدعم الذي قدم مؤخرا. وأعرب معاقو الحرب بدورهم عن ارتياحهم من اكتفاء نقص متطلبات عيادة الأسنان، بذكر أنهم كانوا يجبرون على الذهاب إلى مستشفيات أوروتا وحليبت لتلقي الرعاية اللازمة بأسنانهم وعلاجها. أحدثت الأمطار المصحوبة بالرياح والثلوج في إدارة ضاحيتي كدوفلاسي وعدباري بمديرية مندفرة في 19 من أبريل الأضرار في المزارع والمواشي والممتلكات. ودمرت الأمطار الغزيرة التي هطلت لأكثر من ساعة أكثر من 150 هكتار من مزارع الخضروات، كما أضرت بالمنازل وأعمدة الكهرباء في مدينة مندفرة ونفوق 50 رأسا من الأغنام. وفي مديرية دك أمحرة هطلت أمطار مصحوبة بالرياح القوية والثلوج يومي 18 و19 من أبريل.
فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية. على الصعيد العالمي، أطلقت الصين ومصر هذا الأسبوع مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق بالقرب من الحدود الإسرائيلية، ووصفتها وسائل الإعلام الصينية بأنها تاريخية والأولى من نوعها. التمرين الذي يحمل اسم نسور الحضارة أو نسور الحضارة لعام 2025 بدأ في قاعدة وادي أبو ريش الجوية الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر قرب خليج السويس، ومن المقرر أن يستمر حتى منتصف مايو. ووفقا لقناة إسرائيلية، يشارك في المناورات مقاتلات صينية وطائرات للتزود بالوقود في الجو وطائرات إنذار مبكر، بالإضافة إلى مقاتلات 29 MiG الروسية الصنع التي تشغلها القوات الجوية المصرية. وتعد هذه المناورات أول انتشار خارجي لطائرة الإنذار المبكر الصينية، وهي منصة مشابهة لنظيرتها الروسية. وتأتي مناورات نسور الحضارة عقب تمرين بحري مشترك أجري مؤخرا بين الصين وروسيا وإيران قرب الخليج العربي. أعلنت الصين عن رفع مستوى علاقاتها مع أذربيجان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتضمن تأسيس هذه الشراكة توقيع 20 وثيقة تعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية في مجالات تشمل القانون والتنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي وحقوق الملكية الفكرية والفضاء الجوي. ورحب الرئيس الصيني شي جين بينغ بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف في بكين، حيث حضر رئيس الدولتين حفل ترحيب قبل بدء المحادثات. ويقوم علييف بزيارة دولة إلى الصين في الفترة من 22 إلى 24 من أبريل. قالت السلطات الهندية إن ما لا يقل عن 26 شخصا قتلوا بعدما أطلق مسلحون النار على مجموعة من السياح المحليين أثناء زيارة أحد المعالم في منطقة معروفة بجمال الطبيعة في الجزء الخاضع لإدارة الهند من إقليم كشمير. وقع الهجوم في بهلغام، وهي بلدة خلبة في جبال الهيمالايا يصفها كثيرون بأنها سويسرا الهند. ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن تقارير إعلامية تقول إن جماعة مرتبطة بتنظيم لشكر طيبة الجهادي الباكستاني ربما تدعي مسؤوليتها عن الهجوم. وقال رئيس وزراء المنطقة عمر عبد الله إن الهجوم كان أكبر بكثير من أي هجوم شهدناه على المدنيين في السنوات الأخيرة. وأشار التقارير إلى وجود عدد كبير من الجرحى، بعضهم في حالة حرجة. انفجرت الحمم الملتهبة من فوهة كيلاوايا في هاواي مجددا، واندفعت مئات الأقدام في الهواء في مشهد مهيب للبركان النشط. وقبل أقل من شهر أكد علماء الجيولوجيا أن حمم البركان وصلت إلى ارتفاع 300 متر في الهواء. وكان بركان كيلاوايا الذي استأنف نشاطه في ديسمبر الماضي وقد ثار منذ ذلك الحين أكثر من 12 مرة، مما يعزز مكانته كواحد من أكثر البراكين النشطة في العالم. ويبقى النشاط البركاني ضمن نطاق يمكن التنبؤ به حاليا دون أي مؤشرات على تصاعد قد يشكل خطرا على المناطق الماهولة بالسكان في الجزيرة التي تعد موطنا ل6 براكين نشطة. مشاهدينا الكرام، نذكركم بالعناوين قبل ختام النشرة. جهود بناءة لمكافحة السل في إقليم عنسبة. دعوة لحماية الغطاء النباتي في جلوج. الأمطار تحدث أضرارا في كودوفلاسي وعدباري. الصين ومصر تنفذان أول مناورات عسكرية مشتركة قرب الحدود الإسرائيلية. الصين وأذربيجان تعززان علاقاتهما مع اجتماع الزعيمين في بكين. هجوم مسلح في الجزء الهندي من كشمير يسفر عن مقتل 26 شخصا. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.